حصل مشكلة في الاوردر خلتني اجرب المحل ده مرتين. اهلا بيكم في الجزء الرابع من دليلك في مطروح. وبعد اخر مقارنة عملتها ما بين اشباه البيك، ناس كتير جدا طلبت مني اني اجرب تشيكن اتاك، فتلبية لمطالبكم قررت ان انا اجربه واشوف هل هو فعلا جامد زي ما انتوا بتقولوا ولا لا. بس هو المنيو بتاعته كبيرة شوية، يعني هو مش بس فرايد تشيكن، لا ده عنده بيتزات ومكرونات وحاجات كتير كده، فانا حاولت اطلب حاجة من كل حاجة عشان اقول لكم بالظبط تطلبوا ايه من هناك. بدأت اول حاجة بالحاجات اللي عليها موتزاريلا وكريمة عشان ما تكتلش، واول حاجة منهم هي باستا تشيكن اتاك، ودي بتكون مكرونة وايت صوص عليها موتزاريلا ومن فوق ستريبس. شدة الموتزاريلا كانت حلوة قوي، وطعم الوايت صوص اصلا نفسه اللي جوه المكرونة كان عاجبني جدا. تاخد كل ده بقى مع قطعة ستريبس من اللي فوق، لا جامده الصراحه. عاجبني كمان ان هم حاطين الستريبس على الوش، فالقرمشه بتاعته هتفضل موجوده. هي طعمها حلو قوي، يعني الموتزاريلا من فوق مع طعم الوايت صوص نفسه من جوه، ده الصراحه طعمها حلو جدا. بس كانت من جوه كده لو اتحط ستريبس كانت هتبقى. جربت برضه من هناك بيتزا تشيكن رانش، بيكون عليها قطع ستريبس من فوق صوص رانش، بس الصراحه كميه الموتزاريلا اللي هم مستخدمينها كانت كويسه، والعجينه برضه بتاعت البيتزا كانت طريه كده. عامه البيتزا كانت حلوه وخفيفه يعني، لا حلوه الصراحه. طلبت برضه من هناك مكرونه الفريدو بالجمبري، بس للاسف ما كانش موجود فجبتها بالفراخ. هي عامه بتكون مكرونه وايت صوص جواها فراخ ومشروم، وعليها من فوق جبنه بارميجان. الوايت صوص هو اللي كانوا مستخدمينه في الباستا الاولانيه، والصراحه كان طعمه حلو جدا. الفراخ برضه كانت لذيذه، بس المشروم هو اللي كان معلب. ولما اتكلمت مع الراجل في النقطه دي قال لي ان هو اصلا في مطروح ما بيجي لهمش مشروم فريش، فلو انت ما بتحبهوش زي حالاتي ممكن تقولوا له من غير مشروم. انا محتاج ارفع القبعه للوايت صوص، الوايت صوص حلو قوي. نخش بقى في التقيل وهو الفرايد تشيكن اللي خلاني اعيد التجربه دي تاني. انا ساعه ما طلبت الاوردر ما حددتش الصراحه اذا كان سبايسي ولا عادي، وهو باي ديفولت جابه عادي، وانا كنت باي ديفولت معتبر ان هو هيجيبه سبايسي. وانا اصلا بالنسبه لي الفراخ الاوريجينال او العاديه دي انا ما بفضلش التتبيله بتاعتها بوجه عام. هو كان عاملها كويس سواء في الستريبس او البروست او حتى الساندوتش نفسه، بس انا بفضل السبايسي اكتر. فاستنيت لتاني يوم عشان هم خلاص كانوا عارفوا ان انا بصور، وطلبت الحاجات اللي كان فيها لخبطه على الفندق. وجبه ستريبس 3 قطع، سناك بوكس، وساندوتش شوجر فيليه. ابتديت في الاول بالستريبس، التتبيله الصراحه بتاعتها كانت احسن من العاديه، وهي نفسها كانت بتقرمش كده. عامه الستريبس كانت حلوه. دخلت بعد كده على البروست، واللي التتبيله بتاعتها ما اختلفتش عن الستريبس كتير، كانت برضه حلوه. بس الفكره كلها ان الراجل كان محتاج يصفي الفراخ شويه اول ما تطلع من الزيت، سواء في البروست او في الستريبس. دخلت بقى بعد كده على ساندوتش الشوجر فيليه. هو هنا كان متقدم 3 قطع ستريبس جوه الساندوتش، بس في اليوم اللي قبله كان متقدم قطعه فراخ كبيره. ما اعرفش بقى هل مثلا عشان انا طلبته سبايسي تاني يوم، اول يوم كان عادي ولا لا. بس عامه الساندوتش ده بيكون فراخ معاها كول سلو. انا بالنسبه لي الصراحه فضلت الساندوتش ده جدا، انا بحب الميكس ده قوي قوي مع بعض، بالذات بقى لما الفراخ كانت سبايسي. نرجع تاني بقى للمطعم. انا كنت طالب من هناك ريزو ومسحب. بالنسبه للمسحب لا، انا كنت حاسس ان هم محتاجين يشتغلوا عليه اكتر من كده. الفراخ من جوه ما كانتش ألذ حاجه، وهكذا برضو التتبيله، فلا هم محتاجين يظبطوا المسحب عندهم. بس بالنسبه للريزو لا، الريزو حلو. الستريبس اللي من فوق كميتها كويسه. الصوص برضو بتاع الريزو اللي محطوط من فوق ده قريب شويه من الصوص بتاع كنتاكي. والرز المبهر هو محتاج يتبهر سنه كمان عن كده، بس هو عامه الريزو كله مع بعضه كان حلو. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من تشيكن اتاك؟ انا هسيب لكم تفضيلاتي الشخصيه كده على الشاشه، بس انت لازم 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 تجرب من هناك تشيكن اتاك باستا، حقيقي كان طعمها حلو قوي. وعامه لو حد منكم قبل كده جرب تشيكن اتاك، يا ريت يكتب لي التجربه بتاعته تحت في الكومنتات، واقترحوا عليا برضه اجرب ايه تاني من مطروح. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.